عالم مارفل السينمائي من أكبر سلاسل الأفلام اللي موجودة حاليا، ومع بداية المرحلة الخامسة بفيلم أنت مان أند ذا واسب كوانتمانيا حبيت أكلمكم عن الخط الزمني للمرحلة الأولى من عالم مارفل السينمائي ونلخص عامة السلسلة كلها. زي ما انتوا عرفتوا كده هنتكلم النهارده عن المرحله الاولى من عالم مارفل السينمائي. هكلمكم عن كل اللي محتاجين تعرفوه منها من شخصيات ومفاهيم والكلام ده كله. هعمل كل مرحله فيديو عشان طبعا انا ما قدرتش اعملهم في فيديو واحد، لان الحاجات كتيره جدا الكونتنت كتير جدا بالذات في المرحله الرابعه، فما ينفعش يتعملوا كلهم في فيديو واحد. الفيديو ده هيكون للمرحله الاولى، فتعالوا بقى نتكلم عن القواعد اللي انا هستخدمها في الترتيب ده او الشرح ده عامه. فيديو هاخد فيه بس المرحلة بتاعته، يعني في الفيديو ده هنتكلم عن المرحلة الأولى بس، هنتكلم عن الأفلام بتاعتها فقط. مش هاخد مثلا حاجات من مراحل تانية كأنها لسه ما حصلتش، عشان الحاجات تكون بسيطة بالنسبة لكم ونفهم كده بالظبط ايه اللي حصل في المرحلة دي كأننا كده اتفرجنا عليها. طبعا انا انصحكم برضو تتفرجوا على حاجات، لو انتوا لسه جداد خالص ليه على مارفل السينمائي، ده ممكن يكون ريفرشر كده ليكم بالنسبه لكم. لكن لو انتوا مثلا محتاجين تتفرجوا على حاجه معينه تبتدوا تتفرجوا على الحاجات، لان انا هنا مش هتكلم عن الحاجات البسيطه او مش هتكلم عن الحاجات اللي مش كبيره قوي بالنسبه للعالم كله، هتكلم بس عن الحاجات المهمه. تاني حاجة هتكلم من الأحداث، من الأقدم من الأحدث. فهناخد كده كأنه خط زمني، هنبتدي من سنة معينة وننتهي عند سنة معينة، وهنكمل بقى عليهم في الفيديوهات التانية، فتقدروا تركبهم كلهم على بعض تتفرجوا على الفيديوهات دي كلها مرة واحدة. هحطه لكم في بلاي ليست كده عشان تتفرجوا عليهم وبس كده. دي الحاجات اللي احنا هنعملها في الترتيب للخط الزمني ده. لو محتاجين اي حاجة، لو في حاجة انا نسيت اتكلم عنها، طبعا الترتيب بتاعي مش بيرفكت بأي شكل، لان الخط الزمني صعب شوية في سلسلة كبيرة زي عالم مارفل السينمائي بقى لها 15 سنة. في مسلسلات مش متأكدين هي كانون او مش كانون، حاجات كده، فمش كل الحاجات دي هنقدر برضو ان احنا نحطها في الخط الزمني بتاعنا. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. أول نقطة معانا في الخط الزمني بتكون في سنة 965 ميلاديا. معانا مجموعة من كوكب أسجارد اللي بيكون برضو قريب من كوكب الأرض. الكوكب ده بيكون عليه الملك أودن، اللي بقاله فترة كان بيحارب على منطقة كده في الفضاء اسمها العوالم التسعة، وكان بقاله فترة بيحاول يجيب لهم السلام في الفضاء، لحد ما فعلا بينجح في ده في السنة دي بالذات. وبيكون آخر مهمة ليه هو إنه يحمي كوكب الأرض من غزاة الفروست جاينتس، ودول مجموعة من الفضائيين اللي كانوا عايزين يحتلوا كوكب الأرض ويستخدموه كالبيت الجديد بتاعهم بعد ما كوكبهم اتدمر. لكن أودن الحمد لله بينزل على كوكب الأرض وبيدمرهم، وبيخلي البشر يشوفوه بالقوة بتاعته دي، يشوفوه بالقدرات اللي عنده، فيبقى أساطير تتحكي للبشر على مدار السنين. لكن بعد ما اودن بيهزم الفروست جاينتس دول، بيلاقي منهم طفل اتساب اثناء الحرب، وهو بيكون لوكي، فبياخده وبيتبناه وبيربيه مع ابنه ثور كأنهم اخوات بالظبط، وبيحول شكله كمان ليه شكل بشري كده، مش بيكون شكله زي بقية فصيلته، وبيتربى مع ثور كأنهم اخوات بالظبط. لكن طبعا المتوقع ان شخص زي اودن مش هيعدل في التربية ما بين الاخوين. هيكون دايما مركز مع ثور وعايز ثور يبقى زيه، ياخده معاه في المعارك، ياخده معاه في التدريبات. لكن لوكي مش بيكون حاطه في الاعتبار قوي، مش بيكون بيعلمه الحاجات اللي هو بيعلمها لثور، مش بيكون بيقويه زي ما بيقوي ثور، وكمان مش بيتكلموا خالص عن دوره كالملك المستقبلي لأسجارد، لكن بيكون سايب الموضوع ده لثور. وطبعا ده بيخلي لوكي متضايق شويه من ابوه، دايما عايز يرضي ابوه ويرويله ان هو يقدر ينجز حاجات معينه، يقدر ينفذ حاجات معينه على مدار السنين. وبيتجه لمامته اللي بتعلمه السحر من سن صغيرة، وده هيكون حاجة بالنسبة له بيستخدمها في المستقبل في طرق كتير جدا. لكن طبعا كائنات زي دول بقالهم آلاف السنين عايشين، بيزوروا كوكب الأرض كذا مرة، والبشر برضو بيشوفوهم بالقدرات بتاعتهم، وبيدوهم ألقاب، بيحكوا عنهم أساطير وكل الحاجات دي. وأودن وثور بيخبوا مكعب التسركت اللي يكون بيحوي احد الاحجار الابديه اللي هي الانفينيتي ستونز، اللي هتكون مهمه جدا في عالم مارفل السينمائي مع قصه انفينيتي وور وثانوس. بيخبوها في كوكب الارض وبيسيبوها هناك على اساس ان مفيش اي حد يقدر يستخدمها في اي شيء شرير، ويبعدوها عن الغذاء وكل الكلام ده.
النقطة التانية معانا على الخط الزمني بتكون في سنة 1942. يوهان شميت أحد حلفاء هتلر في الحرب العالمية التانية بيكون مع منظمة هايدرا، وبيشكل جيش عشان يهجموا على المكان اللي خبى فيه أودن وثور التسراكت من آلاف السنين. وبالفعل بيقدر ياخده عشان يصنع منه أسلحة جديدة مطورة بالقوة القوية بتاعت الحجر الأبدي ده. وده بيشكل الكونفليكت الأساسي بتاع فيلم كابتن أمريكا ذا فيرست افنجر. بعد كده في 1943 ستيف روجرز أحد المواطنين الأمريكيين بيتقدم كذا مرة لمساعدة الجيش في الحرب العالمية التانية، لكن للأسف ما بيتقبلش بسبب ضعفه وبسبب الأمراض اللي عنده، وده بيخليه دايما متضايق ويحس إن هو شخص ضعيف ما يقدرش ينجز حاجات كتيرة. فعشان كده بيقدم في المشروع اللي بتكون منظمة SSR عاملاه مع الحكومة الأمريكية وهاورد ستارك، إن هم يعملوا محلول الجندي الخارق، وده هيخلي ويساعد الجنود الأمريكيين إن هم يبقى عندهم قوة من أي جنود تانيين بمجرد إن هم ياخدوا المحلول ده. فهو بيكون أول واحد يجربه. لما التجربة بتحصل والعالم إبراهام أرسلان بيحط المحلول بتاعه في الجهاز، ستيف بيطلع شخص قوي جدا، لكن للأسف أثناء التجربة دي أحد عملاء هايدرا بيقتل العالم ده، فبالتالي الفورمولا بتاعت المحلول بتضيع تماما، ويقعدوا فترة طويلة جدا معهمش المحلول الكويس اللي العالم ده عمله. فبيضطروا ان هم بعد كده على مدار السنين يخترعوا محاليل جديدة ما بتكونش بكفاءة المحلول ده. لكن ستيف روجرز بقرار من الحكومة الأمريكية بيضطر إن هو يبقى مجرد عرض للمواطنين الأمريكيين إن هو أول جندي خارق، لكن مش بيروح على أي مهمات، لكن هو بيرفض ده وبينزل أرض المعركة وبينقذ صاحبه باكي ومجموعة من رجال الجيش بعد ما هايدرا خطفتهم وادتهم محلول جندي خارق، بس كان مزيف مش نفس الفورمولا بتاعت العالم الأصلي، فبالتالي كان مختلف عنه تماما. بعد كده ستيف يروح مع مهمات مع أصحابه دول والفرقة اللي هو كونها أثناء الحرب العالمية التانية. بيدخلوا لمباني هايدرا ويهدموها ويهدموا الخطط بتاعتهم لفترة طويلة، لحد ما بنيجي في نقطة 1945 وستيف بيروح مع الفرقة بتاعته في مهمة تانية. لكن أثناء المهمة دي باكي بيقع من على القطر تحت جبال كتير، لكن ما بيموتش طبعا بسبب الجندي الخارق، محلول الجندي الخارق اللي هو أخده. وهيرجع تاني، طبعا النقطة دي هترجع تاني في المستقبل، لكن مش هتكلم عنها في الفيديو ده. طبعا غضب ستيف بيأديه ان هو يبقى عايز يخلص المهمة دي ويهزم ريد سكال، وبالفعل بيحاربوا على متن المركبة بتاعتهم وبيتعاركوا شوية لحد ما الريد سكال بيلمس التسراكت فبتنفيه لكوكب فورميل، واللي بيظهر بعد كده في فيلم افنجرز اند جيم. وستيف ما بيكونش عايز يوصل السفينة دي والتسرك للمدينة بتاعة نيويورك، عشان لو حصل كده هتدمر طبعا المدينة تماما. فبينزل السفينة في القطب وبيتجمد لمدة 70 سنة في الجليد وما بيحصلوش أي حاجة. النقطة اللي بعد كده معانا هي 2008. طبعا توني ستارك معانا ابن هاورد ستارك اللي كان بيساعد ستيف في صنع محلول الجندي الخارق، دلوقتي بقى ماسك شركة ستارك اندستريز وبقى بيستمتع بالحياة الغنية بتاعته وهو بيعمل أسلحة للجيش الأمريكي. لكن بعد كده بيحصل حاجة بتغير رأيه تماما عن الموضوع ده، وبيتخطف من منظمة إرهابية اسمها التين رينجز، ودي برضه هتبقى مهمة في المستقبل على مارفل اسمها عشان يصنع لهم الأسلحة بتاعته. لكن هو بيقدر يهرب من المنظمة بتاعتهم بأن هو يصنع أول نسخة من بدلة الأيرون مان، وبعد كده بيقرر أن هو مش هيصنع أسلحة جيش تاني وهيركز على أن هو يصنع أسلحة سلمية ويساعد البلد بتاعته. وبياخد الفترة الجاية دي كلها تطوير وتعديل على بدلة الايرون مان دي، عمل منها نسختين لحد ما وصل للنسخة الكويسة، وابتدى ان هو يهاجم منظمة التين رينجز ويهاجم بعض الأعداء اللي في شركته اللي طبعا ما كانوش موافقين على القرار بتاع تحويل شركة ستارك اندستريز من صنع أسلحة للجيش لحاجات تانية مختلفة تماما، طبعا هتخسرهم حاجات كتير. كده بنخش على أفلام المرحلة الأولى التانية دي كلها، اللي كلها عرفنا من مصادر من مارفل ان كلها بتحصل على مدار اسبوع واحد بس حوالين العالم كله بتاع المارفل السينمائي. اول حاجه معانا في سنه 2011 هو فيلم ايرون مان 2. هنا توني ستارك بعد ما صنع له الارك اكتر او المفاعل بتاعه اللي اتركب في قلبه عشان يبعد شظايا الازاز انها تاذي قلبه بعد طبعا الانفجارات اللي حصلت فيه
اختطاف من التين رينجز، فهو كان صنع عشان يمنع شظايا الازاز انها تأذيه. لكن اكتشف ان برضو نفس الجهاز اللي بينقذه برضو بيسممه بالمادة اللي فيه، فطبعا كان لازم ان هو يكتشف حاجة جديدة تقدر انها تنقذه عشان ما يموتش. ومع كل ده طبعا كان بيحاول ان هو يحارب بعض المشاكل وبعض الاعداء من تاريخه هو وابوه في الشركه بتاعتهم، ومنهم جاستن هامر وايفن فانكو. الاثنين كانوا بيحاولوا ان هم يجتمعوا مع بعض عشان يصنعوا جيش بتكنولوجيا بتاعه الايرون مان سوت او بدله الايرون مان، يعملوا منها آليين ويعملوا منهم جيش كبير جدا عشان يقدر يهزم توني ستارك وبعد كده يحصلوا على الأهداف بتاعتهم. لكن طبعا توني وقفهم ووقف الخطط بتاعتهم دي بمساعدة من صديقه جيمس رودز اللي برضو كان حاصل على بدلة الوور ماشين، وكمان ناتاشا رومانوف عميلة من منظمة شيلد اللي برضو هتكون عضوة في الافنجرز. في نهاية الفيلم ده وفي نهاية الثلاث أفلام دول كل واحد فيهم بنشوف في نهايته نيك فيوري أو حد من شيلد بياخد الأعضاء دول أو الناس دول وبيخليهم جزء من فرقة الأفينجرز. الأسبوع حصل فيلم ثور وكل حاجة فيه، وهنا بنشوف ثور وبيكون خلاص هيتوج ملك اسجارد، لكن بيحصل مشاكل كتيرة جدا من خداع من اخوه لوكي زي ما قلنا بسبب محاولته الاستمرارية ان هو يرضي ابوه ويعمل حاجات تخليه فرحان باللي هو بيعمله، فبالتالي بيسبب ان الفروجينز يقدروا يغزوا القصر بتاعهم ويبوظوا حفلة التتويج. لكن ثور بيبوظ الموضوع اكتر بان هو بيهجم عليهم وبيعمل مشاكل كتيرة جدا بتخلي ابوه ينفيه الى كوكب الارض. لكن ثور بيقدر يسترجع ثقة أبوه فيه، بيقدر يسترجع قوته وبيسترجع المطرقة بتاعته وبيهزم أخوه لوكي وبينفيه في الفضاء وبيفتكر إن هو مات لفترة قليلة. بعد كده معانا أحداث فيلم ذا انكريدبل هالك، بس في هنا معانا العالم بروس بانر بيحاول يعيد صناعة محلول الجندي الخارق، لكن بيفشل جدا وبيؤدي ان هو يكون عنده شخصية تانية وهي شخصية الهالك، شخصية غاضبة فيها طبعا حاجات سيئة جدا. فطبعا ده بيخليه ان هو يهرب من الجيش الامريكي اللي عايز يوقفه وعايز يقتله. لكن الجيش الامريكي بيقرر ان هو ياخد احد الجنود اللي فيهم هو ايميل بلونسكي وبيخلوه ياخد محلول جندي خارق برضه عشان يحارب بروس بانر. لكن طبعا بيتحول لخطر اكبر بكتير وهو الابومينيشن. فانا بروس بيقرر ان هو يبقى البطل ويستخدم قوته اللي كانت مشكله بالنسبه له في الاول ويحارب ابومينيشن ويوقفه من ان هو يعمل مشاكل كتيره جدا. فيلم ذا انكريبل هاك برضو بيقدم لنا شخصية تاندر بولت روس، وهو كان جنرال في الجيش الأمريكي واللي دوره بيبقى مهم كل ما نتقدم في عالم مارفل السينمائي. بس وبعد كده من السنة دي لسنة 2012 منظمة شيلد بتقعد تدرس المرشحين اللي خدوهم لفرقة الافنجرز بتاعتهم اللي كانوا عايزين يعملوها بقالهم فترة طويلة جدا. لكن الموضوع بيحصل فجأة جدا ولوكي بيغزو الأرض وبيهجم عليهم. فهنا منظمة شيلد بتقرر انها لازم تبتدي في مشروع الافنجرز ويجمعوا الافنجرز، وخطة لوكي هنا كانت بتوجيه من ثانوس اللي مهم جدا. وفيلم الافنجرز ما ظهرش ثانوس بشكل واضح غير في مشهد ما بعد الشر، لكن كل اللي حصل في الفيلم ده كان من توجيهات ثانوس، ولوكي كان تحته طبعا بيعمل معاه. وكل ده عشان طبعا يجمعوا الأحجار الأبدية الستة اللي كانوا موجودين في الكون في الفترة دي. وكان طبعا احنا عارفين التسراكت موجودة على كوكب الأرض اللي فيها حجر الفضاء، فلوكي بيوصل لكوكب الأرض وياخده. وكمان مش بس كده، بيفتح بوابة لجيش كبير جدا يهجم على الأرض ويقتل نص سكانه، طبعا زي ما احنا عارفين خطة ثانوس من زمان. لكن الافنجرز بيتجمعوا كلهم ويقدروا ان هم يوقفوا الخطر ده ويحتجزوا لوكي بس وكده انا عملت اختصار شديد جدا لاحداث المرحله الاولى من عالم مارفل السينمائي وكل الحاجات اللي انتم محتاجين تبقوا عارفينها قبل الاحداث اللي جايه ان شاء الله. كمان اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين حاجه تشوفوها معانا على القناه، عايزين اتكلم عن ايه المره الجايه، عن عالم مارفل السينمائي ولا عن ايه بالظبط. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس، وسلام.